احنا كدول عربية ولا اقصد الخليج، نسينا ان سورنا الامامي هو مصر وسوريا اللي نسيناها او تناسيناها او سمحنا لامريكا والاخوان المسلمين واسرائيل يجعلوننا بعاد عنها ليعبث فيها الاخوان المسلمين والداعشيين والمجرمين والقتله. سوريا، مصر، الاردن، هذا خط الدفاع الاول لمواجهه دوله اسرائيل. احنا تركناهم عشان كذي اسرائيل وصلتنا. اسرائيل صارت موجوده بالجزيره العربيه. اسرائيل صار لها سفاره او ملحقيه في دوله قطر. نعم. اسرائيل قاعد تدخل الكويت يومي بحجه انه جوازه امريكي، لانه مسموح يصير عنده جوازين اسرائيلي وامريكي. نعم. ومحنا قادرين نبطل حجنا لان مصر ضعفت. فتقويه مصر، لكن تقويه مصر والجيش المصري وسوريا والجيش السوري والأردن والجيش الأردني حيعيد إسرائيل إلى مكانها الطبيعي. في أخبار العرب المملوكة لك تتم تغطية لسوريا، وهي يعني لا العربية ولا الجزيرة في المنطقة يقومون بتغطية سوريا وتسمية النظام السوري بالنظام الشرعي، وهو الرئيس وهو النظام الشرعي غصبا عن اللي ما يرضى، غصبا على أمريكا. أنت لما تسمي هذه التسمية في قناتك الإخبارية إلى ماذا ترمز يعني؟ أرمز أنه أنا قناة للشرعية العربية وليس للفوضى والأحلام والخيالات الغربية. ما تعتقد أن النظام السوري جرح شعبه، قتلهم مثل ما يرى البعض الآخر؟ شوف، أنا ما بيني وبين الشعب النظام السوري علاقة. أنا تعرفت على بشار الأسد قبل لا يصير رئيس، أيام أبوه حافظ الأسد، ومن عقبها ما شفته وما بيني وبينه أي اتصال. لكن الحاكم اللي ما يدافع عن بلده وحكمه وعرض بلده وشرف أهلها بالقوة والمدافع ما يستاهل يصير حاكم. داعش، تخاف من داعش؟ ليش ما سألتني عن حسني مبارك؟ ايش معنى سألتني عن؟ سألتك عن السيسي وجاوبت. لا 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 لا، نفس اللي حاش حسني مبارك. نعم. حاش نفس اللي حاش الأسد حاش حسني مبارك. حسني مبارك خلاص طلع اليوم. حسني مبارك لما تنحى نعم. شو صار في مصر بسبب تنحي؟ انتهت، راحت، رجعت 50 سنة لورا. نعم. إذا مصر متضررة أكثر من التضرر اللي تضررته المدافع والحرب السورية. الحكومة السورية مع الإرهابيين. نعم. إذا أنت تبي البقاء ليبيا لما انضعف الغدافي واستسلم وانحاش وقاموا يطاردونه واقتلوه، وين ليبيا وين وصلت؟ اليوم مع أهلها قاعدة تذبح بعض. نعم. على شنو؟ على شنبير نفط. العراق ما وصلها سياسي يدور لها الخير. اليمن عندك قراءة لسوريا أنه ممكن تهدى الأوضاع، يبغى الأسد، يرحل الأسد؟ ما أقرأ التاريخ أنا، بس أتصور المرحلة الصعبة لمواجهة الإرهابيين عدت. الحين المرحلة الأسهل، الخطوة الثانية. داعش يشكلون لك غلق كمواطن كويتي، كمواطن عربي؟ داعش عصابة منتمية للإخوان المسلمين مدعومة من أمريكا. سؤال، داعش هالأسلحة اللي عندها وهالإمكانيات اللي عندها، أجهزة الإعلام اللي قاعد تصور من وين؟ حال قاعدة. القاعدة من وين؟ من أمريكا أول. إذن هذه صنيعة أمريكية. هذا شيء مفروغ منه. كيف نتعامل معاهم؟ تجنيدهم اليوم ما نستطيع أن نجند منه. لا، كيف نحمي هذا المجتمع، شبابنا، من الانخراط مع هذول؟ اللي ينخرط معاهم عدمه وافتك منه، ايش تبي فيه؟ شوف اعدام، افتك منه نفس ما صار في 2004 و2005. اخلص من احد يرجع يربي حيه ببيته.